سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح في صحة جيدة. مرحبا بكم في قناتي من جديد مع وصفاتي السهلة والبسيطة. كما راكم تشوفوا معايا راني مع القرنون، رانا مع التحضيرات تاع رمضان 2023. كيما على بالكم كل سيدة منزل راهي مع التحضيرات، مع بزاف حوايج نحضروهم قبل رمضان باش نحيو علينا هذيك الوقفة تاع رمضان، باش نتفرغوا شوية للعبادة، نتفرغوا شوية قراءة القرآن، نتفرغوا شوية لوليداتنا. ما نقعدوش نهار كامل حنا في الكوزينه. دونك نوجدوا شويه، كاين بزاف حوايج نوجدهم قبل رمضان. ومن اهم الحوايج اللي نشتي نوجدهم انا شخصيا قبل رمضان هي القرنون، يعني على حسب الموسم. انا القرنون نشتي نوجدو قبل، على بالنا كاين سناك يكون في رمضان ولكن نوجدوه قبل احسن باش ما تهني من الوقفه هذيك تاع رمضان. كما راكم تشوفوا معايا هذه طريقتي، بغيت نعرف لكم طريقتي في التوجد تاع القرنون، كل وحده كيفاه تقشروا، كل وحده كيفاه توجدوا. بغيت نعرف لكم هذه الطريقه بزاف هايله، نتمنى تفيدكم. كما راكم تشوفوا الحبة تاع القرنون تاعي يجيو بزاف هايلين، بزاف باهيين حتى في المنظر. دوك تشوفوا معايا في لا فيديو وانا عطيت لكم زوج طرق: طريقتي العاديه كيف نقشرو انايا، والطريقه كيفاه شفت بزاف سيدات يقشروه ويجيهم شويه ما ناقص، يعني الشكل تاعو يجي شويه مكان من بعد في التقديم يجي الشكل تاعو يعني مش مليح. كما راكم تشوفوا معايا انا هنايا راني نقشرو بالموس. شوفوا نقشر كل حبة هكا وحدها، نقشرو مليح بالموس، ونحاول ديما نعدل الشكل تاعو من تحت. ونحط الحبة اللي نقشرها نحطها، ندير كيفات فيها شوية ماء، كيفات صغيرة ندير فيها شوية ماء، ونقص فيها حبيبة قارص باش الحبة اللي نحطها ما تكحليش. نحطها ثم في الماء حتى نكمل كامل الحبات نتاعي، ومن بعد نحطهم في الماء يطيبوا. نطيبهم يعني نص طياب فقط، ما نطيبهمش طياب كامل. كما راكم تشوفوا معايا هنا راني وريت لكم الحبه تاعي كيفاه راني نقشر فيها. دوك نعطيكم كامل لي زاستيس وكامل الاسرار تاع القرنون تاعك باش يجي تجي الحبه تاعك هايله وما تخرجش كحله، تقعد هكاك بيضه، تحتفظي به في المجمد وتقعد لك الحبه هكاك بيضه. كيما راكم تشوفوا معايا هنايا راني نقشر فيه بالموس، ونحاول ديما كيما قلت لكم بالموس نعدل الحبه تاعي. هنايا بعد ما نكمل نخلي لها شويه هذيك الوريقات الفوق، ما نحيهمش كامل. نحكها الساعه بالقارص، نحكها بالقارص ونحطها في الماء هذاك حتى نكمل كامل الحبه تاعي. كون نخليها على برا، ما نحطهاش في الماء هذاك والقارص. عفوا، هذيك الحبه تكحالي، دونك نحطها هكا احسن. ونحطها في الماء هذاك اللي معاه القارص، ونخلي كيما قلت لكم هذوك الوريقات الفوق نخليهم ما نحيهمش. من بعد ما يطيب نعرف لكم الطريقه تاعي كيفاش نحيهم، والطريقه هذه احسن. هنايا راني نعت لكم الحبه دوزيام، راني نقشرها كيما قلت لكم بالطريقه تاع السيدات اللي بزاف شفتهم يقشروها. يقشروا الحبات الورقات هكا تاع تاع الحبه تاع القرنون، ينحيوه بيدهم، وبالتالي الحبه تاع القرنون في الاخر ما يخرج الشكل تاعها باهي. دوك نعتها لكم كامل كيفاش يديروهم، ولكن ما تخرجش باهي. فضلت نعطي لكم نديرها قدامكم هذه الطريقه باش تشوفوا بعينيكم الفرق بين الطريقه تاعي والطريقه تاع بزاف سيدات اللي يستعملوها. دونك طريقه تاع بزاف سيدات اللي يستعملوها كما راكم تشوفوا ينحيو هذيك كامل، شوفوا كيفاه جايه حرشه من تحت، وينحيو هذوك القشور كامل، الورقات هذوك ينحيوهم كامل، حتى هذوك اللي خليتهم انايا هما ينحيوهم، ومن بعد يعاودوا ينحيوهم بالموس، ولكن بعد الحبه تاعها ما تخرجش مليحه. دوك تشوفوا معايا، والحبه تاع القردون تخرج رقيقه بزاف. من بعد كي تعاودي طيبيها، كي تجي تحشيها ولا كيما راكم كيما على بالكم القرنون ينقصوه نديروه في المرقه في مع الخضره، يا نحشيوه في سلطات. شوفوا ما عندهاش القعر هذاك الداخل اللي تقدري تحشيها. القرنون استعملوا فيه بزاف وصفات. شوفوا تجي طبقه خفيفه خلاص، ما تقدرش من بعد تحطي فوقها حاجه ولا تحشيها ولا تزيني بها الطبق تاعك. هنايا بعد ما كنت كملت كامل الحبه تاعي، شوفوا كيف جايين ليس وجايين باهيين، الحبه تاعك تجي باهيه. هنا بعد ما نكون كملت كامل الحبه تاعي نحطهم في الماء يطيبوا مع هذاك القارص، ما نحيش هذاك القارص، نحطهم يطيبوا كيما قلت لكم نص طياب فقط، ونعاود نحيهم نحطهم في كسكاس يقطروا. هنايا هاهم طابوا، نحطهم في كسكاس يقطروا مليح. دوك نعت لكم شوفوا الحبه هذيك الدوزيام اللي درتها كيفاه جايه مسطحه وجايه حرشه من تحت، يعني الشكل تاعها انا شخصيا ما عجبنيش. اما الحبات نتاعي اللي درتهم انايا، اللي درتهم بطريقتي انايا، دوك نحيلهم هذيك القشره اللي قعدت مع الاخر، نحيلهم هذوك الوريقات هذوك،
وساهلين يعني ثمثم يتنحاو. واللي بقى شوفوا هنايا نحيه بالمغرف ولا بيدي فقط، راهم ساهلين خلاص ثم يتنحاو، وتخرج الحبه تاعك بزاف هايله، بزاف ليس من التحت، ومقعره كيما نقولوا من الفوق، يعني تقدري تحشيها فاسيلمون. دونك حباباتي هذه هي طريقتي في تقشير القرنون، نتمنى تعجبكم. وحباباتي نقول لكم ما تنسوش لايك لا فيديو، ادعموني. التفاعل عندي بزاف بزاف ناقص. نتمنى تشاركوا الطريقه تاعي مع حباباتكم مع صحاباتكم، وديروا لايك لا فيديو. اللي تفرجت الفيديو نقولك ديري لايك فقط لا فيديو باش يلحق الناس كامل. واللي اول مره تشوف قناتي نقولك حبيبتي اشتركي في القناه. شوفوا هنا الحبه تاعي كيف خرجت بزاف هايله، وتقدري تحشيها، عندها مساحه من الفوق تقدري تحشيها، راهي نفسها كيما الحبه الاخرى، ولكن الحبه هذه اللي درتها انايا جات شويه كبيره، ولكن الاخرى اللي قشرتها هكا بيدي جات شويه صغيره ومسطحه. صراحه ما تعجبنيش الطريقه هذيك بزاف. شوفوا هنايا راني نحيتهم بيدي فقط، من بعد نعاود نشللهم برك هكا ونحتفظ بهم في المجمد. يعني نحتفظ بهم كل حبه وحدها، ولا على حسب كيما مولفه ديري نتيا، ولا كل 3 حبات مع بعضاهم، كل 4 حبات مع بعضاهم، وتحتفظي بهم في المجمد وتجبدي كيما تحبي. نقول لكم حبيباتي الى اللقاء في فيديو اخر.